قبل ما ادخل كلية هندسة افتكرت موقف كده حابب ان انا اشاركه معاك. لما كنت في دبلوم صنايع يا اخي كنت بسمع كمية انتقادات مش طبيعية، وكنت بسمع كمية سف وتريقة وسفلتة مش طبيعية. والمشكلة الكبيرة ان السف والسفلتة ده مش من ناس غريبة، يعني لا، ده من ناس قرايبك، من ناس قرايبك من عيلتك ومن بيتك. هما اللي بيبتدوا ان هما يسفوا عليك، بيشوفوك كأنك قد كده بالظبط، ويبتدوا ان هما يحطوك في مقارنات غريبة عجيبة كده، وانت يا عيني لسه عيل كده خارج من البيضة، لسه يعني لحمك طري كده، اي كلام كده وشوية هوا بيجوا يلطشوا فيك، بتحس ان الدنيا اتطربقت فوق دماغك. محدش بقى بيوعيك، محدش بيفهمك، محدش بقى بيخليك كده انسان ناضج. لا، انت لما بتسمع كلمة سلبية من هنا تروح تلاقي ان انت غيببت معاك خلاص، غيوم نزلت فوقيك. فالمهم تبتدي تتحط في مقارنات، ده ابن عمك احسن منك، ده بنت عمتك مش عارفه ايه، ده طب ابن عمتي ماشي، طب انا ليه بنت عمتي تتحط في السكه بتاعتي؟ يعني ليه بنت عمتي دي مؤنثه؟ والله بعد اذن حضرتك وانا مذكر، يعني ما ينفعش احنا الاتنين نتحط يعني لا بعد اذنك. فتبتدي تيجي تبص تلاقي مثلا تبقى قاعد في قعده عائليه، ايه ياض يا جربوع ياض يا بتاع دبلوم صنايع ياض، ما تكلمنيش كده يالا، امي ياض اقف يالا انت بتكلمني ياض، روح يالا اعمل لي شاي يالا، روح اعمل لي شاي، انا في ثانويه عامه يا متخلف، يا اللي ما عندكش ريحه الاي كيو بتاعك تحت الصفر، ده انت دماغك دي دماغ خنزير يا بتاع دبلوم صنايع يا معفن. والله العظيم بتتحط في مواقف لما بتبقى في تجمعات عائليه وانت الوحيد وسط كل اللي قاعد دبلوم صنايع. يعني صباح الفل كده يا معلم، انت الوحيد اللي بتاخد التلطيش كله، انت الوحيد اللي بتاخد السف كله، انت الوحيد اللي بتعلم عليك، انت الوحيد اللي بص اي حد معدى عليك عايز يلطش اهو تعالى لي يا حبيب قلب انا دبلوم صناعة اديني. خلاص بقى انت بقيت ملطشت العيلة، تمام؟ او يعني حاجات عبيطة بمعنى اصح بصراحة، يعني ان انت بتسف عليك كتير جدا 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 جدا. المهم في يوم من الايام كده بقى عندي بقى عزيمة واصرار وروح كده، والشهامة بقى كده نقحت عليا، وقررت ان انا هدخل هندسة. خلاص قررت ان انا لازم هجز على نفسي وهدخل هندسة، يعني هدخل هندسة. يانا يانتو يانا يانتو I am a chance، انا فرصة واحدة مش هتتكرر تاني، انا مش زيكو ولا هبقى زيكو، وانا هبقى احسن منكو كمان، وبكرة الايام هتلف وهنشوف ده، تمام؟ فالمهم في يوم من الايام لما قررت ادخل هندسة، وده كان طبعا يعني ده بتوفيق ربنا اولا واخيرا، مش بذكاء مني ولا باجتهاد مني ولا بصياعة مني ولا باي حاجة، هو ان انت لما تقول له يا رب ربنا هيوديك في حتة انت ما كنتش تحلم بيها اصلا. تمام جدا يا هندسة. فالمهم في تجمع عائلي كده في يوم من الايام، الواحد بدأ بقى يركز في دراسته، الواحد بقى بدأ يركز، كنت ساعتها داخل بقى سنة تانية معهد فن صناعي الزقازيق، وبادئ بقى كده اشم نفسي، وبادئ لسه ذاكر، وبادئ بقى ان انا ايه اسرش عن هندسة، وبدأ الحلم يتخلخل جوه عقلي، وبدأ ان انا خلاص هبتدي ان انا فعلا اموت نفسي عشان ادخل هندسة. في يوم كده كنا في تجمع عائلي، فبحكي عن طموحاتي، بحكي عن مستقبلي. انا واحد متخرج من دبلوم صناعة 2016، قعدت سنة 2017 ما كملتش تعليم، في 2018 دخلت معهد فن صناعي الزقازيق، عدت 2018 دخلت تانية بقى اللي هو في اواخر 18 بداية 19. كلام جميل يا هندسة، حلو قوي الكلام ده. فالمهم في تجمع عائلي وقاعدين كده، قاعد بقى بقول يا جماعه انا ان شاء الله باذن الله بقى هكمل هندسه ودلوقتي نازل اخد كورسات وباذن الله دعواتكم ليا، وان شاء الله ربنا يكرمني وابقى مهندس قد الدنيا وافرح اهلي ومش عارف ايه وافرحكم وابسطكم. قسما بالله العظيم تحس ان هم كده بيبصوا لك نظره ان انت واحد اشركت بالله. النظره دي انت يا بتاع دبلوم صنايع
تبقى زينا؟ احنا بقينا مهندسين ومدرسين ومش عارف ايه تنانين ومش عارف ايه، انت تبقى زينا؟ تبقى مهندس زينا؟ والله العظيم نظرات مقرفة، قرف السنين يا جدعان، قرف السنين. تمام. ومش بس كده، مثلا انا قاعد بشرب كوبايه العصير بتاعتي الجميله، وكنا ساعتها في فتره عيد، انا فاكر كنا ساعتها في فتره عيد بدون ذكر اسماء، فلقيت حد كده لله وللوطن، لله وللوطن كان عندهم واحد لسه داخل هندسه جديد وفي داخل في اعدادي هندسه، فلقيت حد داخل عليا كده بكتاب قد كده يا جماعه، كتاب حجمه قد كده حرفيا. بعد كده اكتشفت لما دخلت هندسه اعدادي هندسه، اكتشفت وعرفت ان ده كتاب الكيمياء. تمام. اللي في هندسه يعرف ان كتاب الكيمياء قد كده. فلقيت حد داخل عليا، بص يا عبد الرحمن يا حبيب قلبي، بص كتاب هندسه، اقل كتاب في هندسه قد ايه، شايف كميه الصفح عامله ازاي، كله بقى طبعا كيمياء، يعني كلها معادلات وانجليش، وانا صباح الفل ما بعرفش اكتب اسمي بالانجليزي ولا بعرف انطق اسمي بالانجليزي، دبلوم صنايع يا معلم. تمام. شوف يا عبد الرحمن كمية الورق، يا لهوي، ده انا ابني مش قادر حتى ان هو يذاكر اول سطر من الكتاب، يا شوف بص، ويفر بقى في الكتاب كده قدامي، اللي هو كمية احباط. وانا بقى ساعتها كنت باخد كل الكلام ده ان هو ده البنزين اللي يحركني، هو ده الموتيفيشن بتاعه والموتيفيت بتاعي، وده الدافع اللي هيخلينا اتحرك يا ولاد الترابات التيت. حلو، الكتاب ده قد كده، بكرة هاخد صورة بالكتاب وانا في محاضرة الكيمياء، بكرة هنزل لكم نتيجتي وانا في هندسه، في اعدادي هندسه، وانا جايب تقدير في كيمياء، الكتاب اللي انتوا كنتوا بتحبطوني بيه. تمام. اخد الكلام من ودني دي، اطلعه من ودني دي، بس اعديه كده على عقل، فلتره، واخد منه شويه الحاجات اللي يحفزوني ويفوقوني ويخلوني ان انا ابقى موتيفيشن اكتر، وان انا لا، ده انتوا كده بتخلوني ان انا اتحرك، ده انتوا كده ناس عبيطه في دماغكم، ده انتوا كده بتقولوا لي اتفضل انجح، انا مش هاحبط. الكلام ده ولا الكلام ده كان زمان، الكلام ده لما انا كنت انسان عبيط، كنت بعمل لكم حسابات، كنت حاططكم في دماغي وكنت حاططكم في عقولي. انما انا من دلوقتي اللي انا عايز ابسطهم بجد ابويا وامي واخواتي، شكرا، طز في الباقي، وانا ابسط نفسي واكون شرف لاهلي في المجتمع بتاعي، واكون فخر كده لنفسي وفخر لاهلي، ابويا امي اخواتي، الباقي طز، مش فارق معايا. لذلك لما كنت في معهد فن صناعي الزقازيق، كنت مخرتق كل الجدران اللي حواليا كتابه، كاتب كل الجمل اللي كنت اسمعها منهم على الحيطه جنبي على السرير كده علشان اقراها، كنت كاتبهم على ورق ومعلقهم قدامي على المكتب بتاعي، كل كلمة كانت محبطة بالنسبة لي كنت رشاها قدامي. انتوا بتفوقوني من غير ما تاخدوا بالكم، علشان تلف السنين وتعدي السنين، ورسميا اتخرج من كلية هندسة جامعة المنصورة، اللي كنتوا بتقولوا لي عليها ان هي اصعب جامعة ما تدخلهاش لان مش هتعرف تمشي فيها. وده يا جماعة لسه اول مرة تصريح اصرح عنه عندي هنا في القناة رسميا. باشمهندس عبد الرحمن المتولي عبد السلام المتولي عوض، خريج كلية هندسة جامعة المنصورة قسم مدني، من بعد ما كان خريج دبلوم صنايع. يعني بقيت محسوب على الدولة دلوقتي ان انا بقيت مهندس، ومش اي مهندس ومش اي كلية اتخرجت منها، وده بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وبفضل اهلي اللي كانوا سبورتد جدا ليا، وبفضل كمان ابويا وامي اللي كانوا دايما بيدعموني وكانوا دايما بيدعولي، مش بشطارتي خالص ولا بذكاء مني، لا، بتوفيق ربنا اولا واخيرا. فاللي انا عايز اوصله لك من الفيديو ده ان انت لما تسمع اي حاجة تحبطك، طز يا معلم. اي حد يقف في طريقك علشان يحبطك، علم عليه علامة اكس وخليك مركز معاه، خليك مركز معاه، حطه في دماغك ان انت بعد سنين هتعدي هتقف قدامه مرة تانية وتخليه يبص في الارض، تخليه يحقد عليك ان انت بقيت احسن منه،
تخليه ان هو يكرهك بسبب ان انت بقيت انسان انجح منه. هو ده فعلا الاصرار اللي انت لازم تعيش بيه، مش حد يقولك كلمة سيئة او كلمة سلبية تروح زي الحريم تنام في السرير تقعد تعيط بسببها. طز، سد ودانك، سد ودانك وما تشغلش دماغك بحد يولعه ايا يكن وات ايفر. اي حد في الدنيا كلها هيبقى عائق بالنسبة لك او هيبقى محبط ليك او ان هو بيوقفك عن حاجة انت نفسك فيها، حط عليه كلمة بخط عريض كده اسمها طز. مش فارق معايا اي حاجة خالص، بالعكس يكون هو ده اللي بيحركك والدافع بتاعك اللي يخليك ان انت تكمل وتوصل، وده البنزين اللي بيخليك تدور كده علشان تتحرك وتوصل للحلم اللي انت نفسك فيه. والله يا جماعة وانا بعمل الفيديو ده انا ما كانش في دماغي خالص ان انا ابقى معلن كده رسميا ان انا اتخرجت من هندسة، ولكن ده يبقى فيديوهات طويلة جدا بقى عن الاكسبيرينس والتجربة والرحلة الطويلة الشاقة المتعبة بعد 27 سنة. ولكن خلينا ان احنا نرمي هنت كده في النص، ويعني الحمد لله بفضل من ربنا اتخرجت من هندسة خلاص رسميا في شهر 7 اللي فات ده، في نص شهر 7. ويعني ما كنتش عايز اقول كده دلوقتي والله، بس الكلام هو اللي جاب بعض بقى. كنت متحمس جدا، يعني متحمس وانا بتكلم معاكم، بس مش مشكلة يعني انتوا اخواتي وكده كده مفيش سر هنا بيتخبى، كل الاسرار بتطلع هنا يعني، كل حاجة بتطلع ما تقلقوش. المهم يا رب تكون استفدت من الفيديو ومن التجربة البسيطة الصغيرة دي. والله العظيم ما حاجة هتنفعك في حياتك غير ربنا سبحانه وتعالى واهلك اللي هم الحقيقيين اللي بيحبوك ونفسهم يشوفوك احسن منهم، ومحدش هيحب يشوفك احسن منهم غير ابوك وامك. حتى اخوك مش هيحب ان انت تبقى احسن منه، ابوك امك الاتنين دول بس اللي هيحبوا ان انت تبقى احسن منهم. غير كده علامة اكس، غير كده دور على مصلحتك، غير كده اسعى واتعب واجتهد واعمل اللي انت تقدر عليه علشان توصل، علشان يوم ما توصل تطلع تحكي للناس قصتك، ولما الناس تسمع قصتك تفتخر جدا بيك وتبقى نفسها ان هي تبقى زيك في يوم من الايام. وهرجع تاني اقول لك اخر حاجة، You are a chance. ودي الجملة اللي انا بدأت اخليها هي السلوجان بتاعي والشعار بتاعي في حياتي. I am a chance، يعني انا فرصة، انا فرصة واحدة مش هتتكرر تاني، وانا فرصة واحدة في الحياة عمرك في حياتك ما هتلاقي زيها. انت خليك انت كمان فرصة ما تتعوضش. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش تعمل لايك للحلقة لو عجبتك، ولو انت مش مشترك في القناة تشترك في القناة عشان يوصلك جديدنا اول باول. كان معاكم باشمهندس عبد الرحمن المتولي، اشوفكم ان شاء الله على خير يا جماعة في الحلقة اللي جاية. دمتم في امان الله، سلام.